السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا جماعة في أخبار شبه مؤكدة إن بكرة في مباراة القمة إن شاء الله ما بين النادي الأهلي والنادي الزمالك بنسبة كبيرة أحمد فتوح وعبد الله جمعة مش هيبقوا متواجدين في المباراة. طيب بالاتساق مع اللي اتكلمنا فيه امبارح عن الكلام اللي قاله المصدر بتاع منظمة المنشطات، يعني تقدر تقول إن غياب فتوح وعبد الله جمعة سيثير أو هيثير الغياب هنا هيثير لوحده، هيثير مجموعة من التساؤلات المحرجة للمنظومة كلها. أولا دلوقتي المصدر ده قال إن في عينات اتاخدت من الاثنين من بضعة أيام. لو اللعيبة دي متأكدة إن هي ما عندهاش مشكلة فالمفروض إن هي كانت تبقى متواجدة. عدم تواجد اثنين لعيبة بالشكل ده بيفتح أبواب كتير للتساؤل. هل في قلق عند الزمالك ان هيئه محايده من الهيئات التابعه لمنظمات منظمه المنشطات الدوليه ممكن تيجي تطب على الزمالك فجاه؟ ده سؤال. اذا كان يعني مثلا هنسلم بان في تربيطه ما بين منظمه المنشطات والزمالك مثلا، يعني هل في قلق من حاجه زي كده؟ وارد. طيب السؤال، هل العينات اللي خدتها منظمه المنشطات هي فعلا عينات خارجه من عبد الله جمعه ومن احمد فتوح؟ مش عارف. مشكله ان منظمه المنشطات ما عبرتش عن الشفافيه اللازمه اللي تخليني انا كمشجع للنادي الاهلي مطمن ان في عمليه رقابه حقيقيه على الزمالك. التحجج بسعر العينه والتحجج بصعوبه اخذ العينه والتحجج بحاجات كتير، زي مثلا احنا مش بنبص للمشاكل الكيديه. كيديه مين يا حبيبي؟ انت في لعيب اول ما انت طبيت على الناس في النادي مش يقول لك انا عندي اجهاض عضلي، فمنين انت بتتكلم بقى في ان في مشاكل كيديه او ان في ظروف كيديه؟ كيديه مين يا حبيبي وان رئيس النادي بيعلن علنا ان لعيبته بتاخد منشطات او بتاخد مواد مخدره؟ في كل الاحوال انت قدام ما هو ممكن يكون اشبه بفضيحه متكامله الاركان. يعني الواضح بالنسبه لي انه لا منظمه المنشطات عندها الاستعداد الكافي والكامل للتحقق والتيقن من صفاء على الاقل نادي الزمالك من اي منشطات، خلو اللاعبين من اي منشطات، وكمان مفيش تحرك مناسب لحجم الفضيحه اللي اثرها رئيس نادي الزمالك من حوالي 3 أسابيع. طيب بالمنطق ده هل النهارده مباراه بكره هتتلعب في اجواء فيها شفافيه فيها عداله؟ بالتاكيد لا. بالشكل ده لا، وبالشكل ده ما ينفعش. غياب عبد الله جمعه واحمد فتوح من مباراه الداخليه لحد النهارده مش بس يثير التساؤلات، لا ده يضع كمان كثير من التحفظات على الموقف كله. ما ينفعش النهارده 2 لعيبه تم الاعلان عنهم ان هم اوريدي اتعمل لهم تحليل، هتفضل انت راكنهم لامتى؟ هتفضل راكنهم لحد ما النتيجه تطلع، ولا هتفضل راكنهم لحد ما المنشطات اللي في اجسامهم اثرها يروح؟ ده السؤال اللي لازم حد يجاوب لنا عليه بسرعه. لكن للاسف انا مش متوقع ان في اي بني ادم يوحد ربنا هيفكر انه يجاوب على هذه التساؤلات الواقعيه والحقيقيه، واللي ممكن نقول كمان انها تساؤلات طبيعيه جدا في ظل ما اثاره رئيس نادي الزمالك نفسه عن موضوع المنشطات في لاعبي فريقه. سلام عليكم.